أهلاً ومرحباً. اليوم رح نلقي نظرة معمقة على مشروع كبير لتطوير ملعب رئيسي في حي النهضة بالرباط. أهلا بيكي. المعلومات اللي عنا اللي جاية أساساً من تفاصيل فيديو بتكشف عن تغيير جذري للملعب ده. بالضبط، رح نشوف سوا أبعاد التجديد، السعة الجديدة، التجهيزات، وكمان الجدول الزمني والميزانية. وطبعاً كيف كل هذا بيرتبط بالصورة الأكبر، يعني استعدادات المغرب لأحداث رياضية عالمية جاية. تمام. الفكرة هي نفهم حجم المشروع وتأثيره. اللي بيميزه فعلاً هو الطموح الكبير، سواء في حجم التحديثات أو خلينا نقول سرعة التنفيذ، وهذا بيعكس أهميته الاستراتيجية، خصوصاً مع كأس أفريقيا وكأس العالم 2030. طيب خلينا نبدأ بتفاصيل التحديثات. المصادر بتحكي عن زيادة كبيرة بالسعة رح توصل ل 22 ألف متفرج. هاي لحالها نقلة. فعلاً نقلة كبيرة. لكن كمان لفت نظري موضوع تغطية المدرجات بالكامل. هل هي بس للرفاهية ولا في أبعاد تانية؟ لا، هي أكتر بكتير من مجرد راحة إضافية. تغطية المدرجات صارت زي معيار أساسي في الملاعب الحديثة، يعني الفيفا والكاف بيطلبوها تقريباً. يعني معايير دولية. بالضبط، هي بتحسن تجربة المشجع بشكل واضح، وبتكون جزء من حزمة متكاملة لرفع مستوى الملعب ككل. الحزمة دي بتشمل كمان مرافق حديثة تحت المدرجات، زي إيش مثلاً؟ يعني غرف تغيير ملابس مجهزة بالكامل، قاعات طبية، قاعة مؤتمرات صحفية بمواصفات دولية، وكمان في مقصورة VIP خاصة تتسع لحوالي 40 شخص. إذن الموضوع مش بس شكل خارجي، في تركيز كبير على البنية التحتية الداخلية وعلى الجانب التقني كمان، الإضاءة، الشاشات، أنظمة الصوت والأمن، حتى مواقف السيارات. كيف هاي العناصر بتساعد في تلبية معايير الفيفا والكاف؟ هاي التجهيزات هي خلينا نقول قلب التأهيل للمستوى الدولي. الإضاءة الاحترافية ضرورية جدا للبث التلفزيوني للمباريات بالليل. المرافق الطبية وأنظمة الأمن المتطورة هاي أساسية لسلامة اللاعبين والجماهير، يعني شروط لازم تتحقق عشان استضافة البطولات الكبيرة. تمام. وهذا بيودينا للجدول الزمني اللي بصراحة بيبدو مضغوط بشكل كبير جداً. المصادر بتحكي عن بدء الأعمال التحضيرية في 2024 والتنفيذ المتوقع حوالي 8 شهور بس. هو فعلا جدول زمني طموح جدا. وبحلول مارس 2025 أعمال الهدم والبناء الجديد كانت واضحة. التسليم قبل نهاية 2025 يعني يبدو تحدي كبير لمشروع بهذا الحجم. هو تحدي أكيد. مساحة المشروع في حي النهضة حوالي 2.7 هكتار، والميزانية التقديرية يعني بتتراوح بين 556 و 800 مليون درهم مغربي. مبلغ كبير بيعكس حجم الاستثمار. أكيد. والسرعة دي زي ما قلتي مش عشوائية، هي مرتبطة بشكل مباشر بالاستعدادات لكأس أفريقيا اللي قربت، والأهم كأس العالم 2030 المشترك. في يعني ضرورة قصوى إنه البنية التحتية تكون جاهزة في الوقت المحدد. جزء من استراتيجية وطنية أكبر. كيف بيندرج ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرياضية بالمغرب بشكل عام؟ تماماً، هو حلقة في سلسلة. فيه مشاريع تحديث وتطوير ملاعب تانية في مدن مغربية مختلفة. الهدف مش بس تلبية متطلبات كأس العالم، لا، الهدف أكبر، اللي هو تعزيز مكانة المغرب كوجهة للأحداث الرياضية الكبرى بشكل مستمر. الموضوع بيتجاوز فكرة بناء ملعب وخلاص. الهدف هو خلق منشأة عالمية المستوى، هندسياً، تقنياً، وحتى في تجربة الجمهور. وهذا بيعكس رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية للبلد ككل. هذا بيوضح كيف مشروع بنية تحتية رياضية ممكن يكون له صدى أبعد بكتير من الملعب نفسه. الاستثمار بمشاريع ضخمة زي هاي وبهذا الوقت القياسي والميزانية بيرسل إشارة قوية. بالتأكيد، إشارة عن قدرة البلد على الإنجاز والتزامها بالتطوير. هاي استثمارات بتخلق حركة اقتصادية، بتطور الخبرات المحلية في البناء وإدارة المشاريع الكبيرة، وبتساهم في تحسين صورة البلد. الخلاصة، إحنا قدام استثمار ضخم وموجه بدقة لبنية تحتية رياضية عالمية، وبيتنفذ بسرعة قياسية تفرضها الأجندة الرياضية الدولية للمغرب. وفي ختام هاي النظرة المعمقة بتضل في سؤال للتفكير، سؤال بتجاوز الأرقام والمواصفات. يعني بعيداً عن الخرسانة والتجهيزات الحديثة، كيف ممكن هذا الاستثمار الكبير يؤثر فعلاً على حياة المجتمع المحلي في حي النهضة والمناطق المحيطة؟
سؤال مهم. إيه هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة سواء كانت إيجابية أو حتى تحديات اللي ممكن تنتج عن وجود معلم رياضي بهذا الحجم في محيطهم اليومي؟ سؤال بيستحق نتأمل فيه.